اللي زعلان على أخوه، اللي زعلان على أخته، اللي شايل حقد على جيرانه، اللي شايل حقد على أصدقائه، أو حتى على الأشخاص اللي تعرف عليهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، أريد أوصل لك رسالة واسمعها مني. إذا أحببت أن يغفر الله لك فاغفر أنت لعباده، وإن أحببت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل. أخي في الله، افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح، واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم، وضع باقات زهورك على عتباتهم، واحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي. تسامحوا، لأن هناك فضائل رائعة تحمل شعار الإنسانية المخبأة فينا، وهناك في صميم قلوبنا نحمل فطرة قد خلقت فينا دون ما إدراك منا، نعلم عندها إننا مهما غضبنا فسينطفئ الغضب خلال دقائق معدودة، ومهما أخطأنا فسنصلح خطأنا. تسامحوا، فشهر رمضان بقى له أيام قليلة وسيسعدنا بزيارته، فهل تحبون أن يأتي شهر الخير وأنتم في أنفسكم حقد على أحد؟